السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كان في زمن من الأزمنة مصر كانت واقفة على حافة الانهيار، جيش ضعيف، خونة في القصر، تهديدات من كل الحدود، لحد ما ظهر قائد واحد، قائد اسمه قور محب. الراجل ده رجع هيبة مصر بسيفه وبعقله. بعد وفاة إخناتون مصر دخلت أسود مرحلة سياسية عرفها التاريخ، وزراء فاسدين، حكام ضعاف، وجيش شبه ضايع، والناس كانت بتسأل مين اللي هينقذ البلد، لحد ما فجأة شاب من أصل غير ملكي لكن عنده حاجة محدش امتلكها وقتها: شجاعة، علم عسكري، فكرة واضحة. الفكرة هي إن مصر ترجع تبقى قوة مرهوبة من جميع البلاد المجاورة. حور محب اتدرج في الجيش لحد ما بقى القائد لكل القوات، وهنا بدأت أول خطوات لاسترجاع هيبة مصر. أول ما مسك ضرب الآسيويين في الشمال، وبعدها اتجه للجنوب ضد النوبيين، والنتيجة رجوع كل الأراضي المفقودة تقريبا. لكن الغريب مش الحرب، الغريب إنه أعاد ترتيب الجيش لدرجة إن المؤرخين سموه أبو الجيش النظامي. وبعدين حور محب واجه الفساد بضراوة لدرجة إنه أصدر قوانين تعاقب أي مسؤول يستغل سلطته. القوانين دي محفورة لحد النهاردة. قصة حور محب مش مجرد تاريخ، دي رسالة لأي حد شايف بلده أو حياته بتمر بفوضى. في لحظة ممكن يظهر قائد أو فكرة تغير كل حاجة. لو حابب أحكي لكم عن كل الأسرار القديمة اكتبولي في التعليقات.